إلا سولتك شكون هو الإنسان الأمي في العصر ديالنا غتقد تجاوبني بأنه الإنسان اللي كاع ما كيعرف لا يقرا لا يكتب. الجواب ديالك يكون صحيح، ولكن إلا سولتك شكون هو الإنسان الأمي من بعد واحد 10 سنين ولا 15 عام نقدروا نقولوا هو الإنسان اللي كاع ما يعرف كيفاش يستخدم البيسيات ولا الاي اي. ولا بغيت نديتاي اكثر ونتعمق اكثر نقول بأنه هو الإنسان اللي كاع ما يعرف كيفاش يكودي. تقول لي بالضبط علاش الكودينغ؟ غنشرح الإجابة علاش في هذا الفيديو. سلام، أنا أمين، وفي هذا الفيديو إيساي غادي ندوي علاش خاصك تعلم كيفاش تكودي واخا انت ما عندك حتى علاقة بالانفورماتيك. إلا كان كيعجبكم بحال هذا الستيل تاع الفيديوهات ما تنساوش من لايك واشتراك وخليونا نبداو. بزاف كيصحابوا بان الكودينغ ولا بروغراماسيون غير تاع الناس تاع الانفورماتيك والتك، هي من بعيد كتبان ديال بصح، ولكن الا جينا دققنا اكثر نلقاو بان البروغراماسيون واحد الدومين اللي مهم لاي دومين كيف ما كان محتاج ليها. كانت فين واحد كيتعلم شي لونغاج دو بروغراماسيون راه ما كيتعلمش ليها على وديت بانها هي الهدف، ولكن لونغاج دو بروغراماسيون هي واحد التول ولا واحد الوسيله اللي تخليك تصيب هذاك الحل ولا داك السوفتوير اللي انت باغيه. على سبيل المثال تكون سمعتي بالجافا ولا بيتون. الجافا وبيتون ماشي هو الهدف بحد ذاته، ولكن هما غير تول اللي غادي يعاونوك بانك تقاد هذيك السوليوشن ولا داك السوفتوير ديالك. غتقول لي دابا كيفاش بان لونغاج دو بروغراماسيون هي مجرد وسيله ولا غير تول؟ الفكره الغلطه اللي بزاف تاع الناس كيصحابوها بان بروغراماسيون تساوي لونغاج دو بروغراماسيون. لا، لونغاج دو بروغراماسيون ماشي هي بالضبط كامله بروغراماسيون، ولا ماشي هي غير جاست كودينغ. البروغراماسيون داخل فيها بزاف تاع الحوايج، واهم حاجه واحده من الركائز الاساسيه اللي هي البروبلم سولفينغ. البروبلم سولفينغ هي كيفاش تحل المشاكل اللي انت فيهم، وباش تحل هذيك المشكله ديالك اللي انت طايح فيها كتستخدم لونغاج دو بروغراماسيون باش تخلي البيسي هذيك الطاش اللي انت باغي تحلها البيسي غادي يديرها بواحد الطريقه اللي هي تقدر تكون اوتوماتيك من بعد. نعطيك مثال باش تفهم اكثر. مثلا انت يا طالب اللي انت عندك واحد الميزانيه في الشهر وخاصك منها تقضي هذاك الشهر كامل، عندك الكرا، عندك تقضيه، وعندك بزاف تاع الحوايج، وانت تبغي تعرف فين كتضيع هذوك الفلوس ديالك ولا منين كتجيب الفلوس ديالك. تقدر تستخدم اكسل، تقدر تستخدم دي زابليكاسيون اخرين. نقولوا فرضا بان هذوك لي زابليكاسيون اللي انت انستاليتهم ما عجبوكش، فانت هنا ممكن تبروغرامي هذيك السوليوشن ديالك وبالطريقه اللي انت بغيتيها ولا تناسبك نتايا بالديزاين اللي انت باغي. فمثلا غادي نقول بان نستخدم بيتون اللي حيت هي اسهل لونغاج دو بروغراماسيون تقدر تعلم ليها، تبدا ديفلوبي هذيك السوليوشن ديالك، غتحط فيها غير هذوك الاساسيات، عاد من بعد فين تكملها غتكون عندك. نقولوا مثلا خسرتي واحد العدد اكس فتقضيه راك انت تحطها في لابليكاسيون ديالك، ولا خسرتي مثلا واحد العدد ايكغيك في الكرا غتحطو في لابليكاسيون ديالك. تقدر تزيد شي حوايج اخرين، مثلا تخرج على شكل تاع فيشي بي دي اف، تخرج على شكل فيشي اكسل، تديها لجوجل شيت. يعني انت حر بزاف بانك ديفلوبي السوليوشن ديالك انت غتحل لك واحد المشكل وتزيد فيها شي حوايج بزاف اكثر، واكثر من هادشي غادي تكون فابور انت اللي ديفلوبيتيها. عارف بانك من بعد تقدر انت تبيعها وتردها واحد السورس تاع انكم اللي غادي يفيدك في المستقبل. هذا المثال كيبين لنا بان البروغراماسيون راه ماشي غير لونغاج دو بروغراماسيون، راه فيها واحد البروبليم سولفينغ اللي انت كتحاول تلقى واحد الحل لواحد المشكل. فهنا استخدمنا مثلا لونغاج بيتون اللي هي غير واحد لوتي باش نحلوا واحد المشكل اللي هو نسجلوا كاع داكشي اللي كنخسروا ولا اللي كنربحوا في الشهر. دابا انت تقدر تقول لي علاش انا نبغي اصلا نديفلوبي واحد السوليوشن؟ كاينين بزاف وهذاك الشيء يكون بازيك. ماشي هذا هو بالضبط الهدف تاع هذا الفيديو، ولكن الهدف تاع الفيديو كيفاش تستخدم هذيك لونغاج دو بروغراماسيون اللي انت عندك في الدومين اللي انت كتقراه. خليني نقول لك بعض النوبات في الخدامي كيكونوا دي طاش اللي ديما كيتعاودوا، وكيكونوا بعض النوبات مملين، ولا بعض النوبات كياخذوا الوقت على والو، ولا حتى مثلا في القرايه ديالنا مثلا كنديروا شي حوايج ديما كيبقاو يتعاودوا بزاف. فهنا نقدروا نستخدموا لونغاج دو بروغراماسيون اوتي باش نحلوا هذا المشكل تاع بانه كاينين دي طاش اللي ديما كيبقاو يتعاودوا نقدروا حنايا اوتوماتيزيوهم. هنا فين كتجي الدور تاع البروغراماسيون بروبليم سولفينغ. عندي واحد الطاش اللي ديما كنعاودها كتضيع لي بزاف تاع الوقت، فاش نفكر باش نلقى واحد السوليوشن اللي غادي اوتوماتيزي هاد لي طاش باش كاع ما تبقى تصدعني ديما. مثلا نقولوا بانه كان عندي واحد الكور على شكل واحد الصويره، وانا باغي نسيليكسيوني واحد تكست من هذيك الصويره باش مثلا نعطيها شات جي بي تي وقد يشرحها لي اكثر. فبلاصه بانه ما ديما نبقى نعاود نكتب داكشي ونعطيه لشات جي بي تي، ممكن نصايب واحد البروغرام اللي غادي يرد لي هذاك التكست اللي كان في هذيك التصويره من قد نسيليكسيونيه، يرد لي التصويره يردها لي على شكل تاع واحد التكست اللي من بعد هذاك التكست غادي نشدو وغادي نعطيه لشات جي بي تي. وديما غادي تكون بحال سوليوشن كاينه في الانترنت، ولكن انت فين كديفلوبيها لراسك راك كتقوي البروبليم سولفين عندك. غادي نزيدو ثاني واحد المثال اخر
اخر اللي هو مثلا عندك بزاف تاع لي فيشي بي دي اف، يعني عندك بزاف تاع لي كور، وللاسف ما عندكش بزاف تاع الوقت باش دير الريزومي لكاع هاد الفيشي بي دي اف. ممكن تقاد واحد البروغرام بيتون اللي غادا مثلا ياخذ كاع هاد لي فيشي بي دي اف ويدير الريزومي لكل واحد فيهم ويافيشيهم ليك في واحد الفيشي بي دي اف اللي جديد، من بعد قد يافيشيهم ليك في واحد الفيشي بي دي اف جديد اللي في كل باج هي عباره على واحد ريزومي تاع واحد فيشي بي دي اف من هذوك اللي كانوا عندك، وانت بهذه الطريقه تكون اوتوماتيجيتي هاد لاطاش اللي انت عندك تاع ديما تكتب ريزومي. دابا تقولي راه كاينين ديجا اي اللي كيديروا ليا ريزومي تاع لي كور، نقول لك ولكن نقول لك هذا البروغرام انت مثلا صايبتي تقدر تعطيه مثلا دوسي في عامر بي دي اف وغادي يبدا يدوز على كل بي دي اف وغادي يدير لي ريزومي هذاك بي دي اف الجديد اللي انت باغيه. بهذه الطريقه البروغرام ديالك كيدير لي ريزومي وانت كدير شي حاجه اخرى من الجنب، يعني ما تكونش ضيعتي بزاف تاع الوقت على هذا الشيء. هنا ماشي ضروري خاصك تكون مثلا واحد ماشين ليرنينغ اكسبيرت باش تقد تخدم هاد الاي اي تولز، ولا تكون سوفتوير انجينير عنده 5 سنين على اكسبيريونس. كاين الاي اي مثلا شات جي بي تي ولا كلاود غادي يعاونوك بانك ديفلوبي واحد السوليوشن من الزيرو، ولكن ديما كيبقى واحد النقطه مهمه بانك خاصك تعلم لي باز، يعني خاصك تدخل الانترنت وتقلب على التوتوريال. وما نساوش بان الدومين تاعك كيحطوا بزاف تاع الشركات استثمارات كبيره فيه، لهذا الا كنتي مثلا كتقرا الطب راه ممكن تقرا ماشين ليرنينغ على الجنب، بزاف تاع الدراسات الطبيه كيستخدموا الماشين ليرنينغ. وعاد ثاني ما نساوش بان مثلا الدومين تاع الالكتريسيتي، مثلا كان طالب تاع الكتريسيتي كيقرا راه هو ضروري ما غادي يخدم باردوينو، واردوينو راه تقريبا كيشبه اللونغاز سي، يعني الا كنتي ضابط مثلا لونغاز سي فراه كتكون ضابط الخدمه ديالك في اردوينو. وهادشي نقدروا نديروا اسقاط على بزاف تاع لي دومين، قد اوتوماتيزي لي طاش ولا مثلا لونغاج دو بروغراماسيون تاع عندك في الدومين ديالك. الا قنعتك دابا عاد خاصك تعلم لونغاج دو بروغراماسيون ولا بروغراماسيون اون جينيرال اللي فيها بروبليم سولفينغ، اللي نعطيك رود ماب كيفاش تعلم الكودينغ. اول حاجه كنصحك بها هي تعزل لونغاج دو بروغراماسيون وحده تعلم ليها وتولي مزيان فيها. واللونغاج دو بروغراماسيون اللي نصحك بها هي بيتون، وتحت في الديسكريبسيون نعطيكم دي بلاي ليست تقدروا منهم تعلموا بيتون، غتكون تقريبا ساليتي عليك بزاف تاع الخدمه. الا بغيتي مثلا تزيد من بعدها HTML و CSS و جافا سكريبت تصايب دي سيت ويب وتخدم معها حتى بيتون في الباك اند غتكون مزيانه. ولا كنتي مثلا باغي تصايب دي زابليكاسيون موبيل اللي يقدروا يعاونوك نصحك مثلا بفلاتر ولا رياكت ناتيف. نقدر نزيدكم عاوتاني هذيك الدوره تاع CS50 اللي غتخليكم تعرفوا كيفاش لونغاج دو بروغراماسيون كتخدم مع البيسي وكيفاش البيسي بالضبط كيخدم. وغادي نزيد بالنسبه للدراري اللي باغيين يقراو الماشين ليرنينغ غادي نحط لكم لتحت واحد اللين اللي غادي يعطيكم الاساسيات ولي باز تاع الماشين ليرنينغ. ومثلا فين تكون كملتي هذوك الدورات ولا البلاي ليست باش تعلم لونغاج دو بروغراماسيون ولا ماشين ليرنينغ، من بعد خاصك تمشي تخدم على شي بروجيات. ما نقولش لك شي نخدم على بروجيات كبار، ولكن خدم على بروجيات بساط. مثلا تقدر تصايب تو دو ليست، ولا تقدر مثلا تصايب واحد الويدر اب اللي غتبدا تافيش لك الاحوال تاع الطقس كل نهار، ولا مثلا تقدر تصايب هذيك لابليكاسيون اللي كنا دوينا عليها قبل، ابليكاسيون اللي غتعاونك فين كتضيع وفين كتصرف فلوسك. انما خاصك تكون انسان اللي غادي يحاول يتعلم كلشي في لونغاج دو بروغراماسيون، حيت عمرك ما تميتريزي واحد اللونغاج كامله 100%. ديما غادي يبقى واحد المارج تاع 90% انت ما عارفوش، حيت كاين بزاف تاع اللايبريز وكاين بزاف تاع الحوايج ما يمكنلكش تقراهم حتى يضيعوا لك بزاف تاع الوقت. يعني سير بشويه بشويه، ممكن تعطيه واحد ساعتين في السيمانه، وبمرور الوقت وبالايام وبالشهور غادي تزيد تلقى راسك بديتي كتقدم في هذيك لونغاج دو بروغراماسيون، ولا عندك واحد الباز مزيان في الانفورماتيك ولا في البروغراماسيون اون جينيرال. هادشي في البدايه قد يجيكم كثير ولا بزاف وتبقى تقول هادشي ما ينفعنيش. ممكن يكون عندك الحق بان هادشي ممكن اللي قد ما ينفعكش، ولكن عاوتاني قد ينفع شي واحد اخر. ولكن خلينا نقول لك بانه اي حاجه تعلمتيها راها مزيانه، اهم حاجه هي تبقى ديما تعلم وتعلم وتعلم. الا ما كانش بالنسبه لك الانفورماتيكا تنفعك راه ممكن واحد دومين اخر اي ينفعك في الدومين الاساسي ديالك. اتمنى نكون وصلت الفكره ديالي مزيان في هذا الفيديو. الفكره اللي بغيت نوصل هي بانه البروغراماسيون واحد سكيل اللي مهمه، حتى من بعد 15 عام ولا من بعد 10 سنين غتولي لونغاج دو بروغراماسيون بحال اي لي لونغ. تقدر بنادم يسولك اين لونغاج كتعرف لي، تقول مثلا لونغلي فرونسي عربيه، وتقول لي حتى بيتون. قد ما توصلش لحد هذا المستوى، ولكن بانه الكودينغ غتولي واحد الكومن ولا بيسك سكيل اللي خاص يكون كلشي كيعرف ليها، يعني هي من مهارات المستقبل اللي خاص كلشي يكون عارف ليها سواء كبير ولا صغير. وهذا الشيء كامل اللي كاين في هذا الفيديو كيبقى من وجهه النظر الشخصيه ديالي. الا كان عندك شي اعتراض ولا انت كتوافقني في الراي ولا عندك شي اضافه كتبها في لي كومونتير وخلينا نتناقشوا لتحت في لي كومونتير. وهادشي اللي كان في الفيديو. الا كان عجبكم بحال هذا المحتوى ما تنساوش من اللايك والاشتراك وتبارطاجيو الفيديو باش يوصل عند بزاف تاع الناس، ونخليكم ونتلاقاو في فيديو جاي.